نمسي عليكم بالخير اعزائي الحضور. معاكم الدي جي ابو علي للطلب والاستفسار 392949. طبعا حبينا نبارك لاخونا ابو فيصل على زواجه من منيره، والله يدوم هالفرحه بينهم. طبعا ابو فيصل معروف عنه بالمفاجآت، واليوم هو خاش لكم مفاجأة حلوة، وللشرف ان انا اعلنها لكم. رحبوا معاي بالزوجة الثانية مريمي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. طبعا ابو فيصل مفاجآته ما تخلص. رحبوا معاي بالزوجة الثالثة زينبو. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 لا، ابو فيصل مخرطة هالليلة. رحبوا معاي بالزوجة الرابعة فطامي. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مفاجأة حلوة صح؟ أتوقع ما حد سواها من قبل. 4 زوجات في ليلة واحدة. على فكرة ترى احتمال يحطونه في موسوعة الجنس. إن شاء الله. خليني أقول لكم السالفة من البداية. زوجتي الأولى منيرة ما ترى أنا بتزوج عليها مريمي، بس مريمي ترى عن منيرة، بس ما ترى عن زينبو وفطامي. الوحيدين اللي يعرفون بدي السالفة كلها فطامي ودي يجيبوا علي. مرحبا، معكم الدي جي ابو علي للطلب والاستفسار 392949. مصدومين صح؟ معذورين ترى، لأن ما حد يظن أن أتزوج على بنته، بس يكون في علمكم أنا ريال بخير ومقتدر، وأعرف الحلال والحرام، وأعرف أن الشرع حلل 4، وهذا الشيء اللي أنتم مو راضين تفهمونه. أنا ما قصيت على أحد ولا خدعت أحد، ويشهد الله علي أن أنا أحبهم 4، وأعطيت كل واحدة فيهم مهرها، وبحطهم في عيوني، واليوم يمعتهم وحطيتهم قدام الأمر الواقع. إذا في واحدة منكم مو بعاجبها الوضع تقوم هي وفستانها وتشيل أهلها وتطلع برا، لأن البنات الاحتياط موجودين. صدق انك ما تستحي، ما تخاف من ربك انت؟ لا أخاف من ربي. أتوقع كلنا نعرف أن نسبة الطلاق زايدة في الديرة، والسبب شنو؟ السبب شنو يا أبو علي؟ مرحبا، معكم الدي جي ابو علي للطلب والاستفسار 392949. اتوقع نسبة زيادة الطلاق اخوي ابو فيصل ان الرجال عقب ما يتزوج بفترة قصيرة يبتدي يلعب ويخون والعياذ بالله، او انه يتزوج واحدة ثانية بالسر بدون ما تدري زوجته الاولية. شكرا أبو علي. وأنا ريال ما أبي ألعب ولا أخون ولا أبغى أتزوج بالسر. أنا ريال أعرف الحلال والحرام، والقرار لكم. منيرة موافقة ولا لا؟ حسبي الله عليك. اوه بدينا بالصياح. عارف هات جاودي كلينكس، جاودي كلينكس يحترم الميك اب بسرعه. هات لي كلينكس خلصيني. موافقه ولا لا؟ احتاج اشاورها لي. من حقك ومن حق كل زوج انه تشاور اهلها. تفضلوا تفضلوا، كل واحد عنده اهلها. يلا بسرعه، عندكم دقيقتين حق الاستشاره. شوي شوي لا تطيحون، شوي 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 على زوجاتي وسلم قلبهم. شوي شوي يلا 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 يلا. ابو علي عطني موسيقى الانتظار، موسيقى الاستشاره، الله يرضى عليك. للطلب والاستفسار 392949. خلص الوقت. منيرة موافقة ولا لا؟ قبل ما اوافق ابي اعرف شلون بتعيشني وشلون بتعدل بيننا احنا الاربعه. سؤال جميل. نبتدي بالبيت. البيت مكون من 4 طوابق، وهذا هو البيت اللي راح نسكن فيه. الطابق الأول حق منيرة، الثاني حق مريمي، الثالث حق زينبو، والرابع حق فطامي. كل واحدة لها طابق خاص فيها، وكل واحدة لها انترنت فايبر من بتلكو و5G بعد. لكن والله
إذا في واحدة منكم تمت تحفر حق الثانية ولا تشوش على الثانية لطلقكم أربعتكم. أنا ريال أعرف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والبنات الاحتياط موجودين. خلاص